البنك المركزي قرر خفض سعر الفايدة بنسبة 2%. ناس كتير بتعدي الخبر كأنه ملوش تأثير، بس اللي يعرف بيقف كده ويسأل يعني ايه وليه ده ممكن يغير حياة ناس وشركات حتى قرارك انت في الفلوس. اهلا بيكم، انا عز الغريب ودي حلقات ايكونومكس 101. تعال احكي لك حكاية. تخيل انك معاك 100,000 جنيه في البنك ومحوشهم وبيدوك 30% فايدة في السنة، يعني كل سنة بتكسب 30,000 جنيه وانت قاعد في البيت. لكن لو البنك المركزي قرر انه يقلل سعر الفايدة ل 26% او حتى 24%، معناها ان البنك هيقلل ارباحك، وده بيخلي الناس تسال نفسها هو انا ليه اسيب فلوسي في البنك لما ممكن استثمرها؟ طب البنك المركزي ليه بيقلل الفايده اصلا؟ عشان يحفز الناس والشركات انها تصرف وتستثمر بدل ما تحوش. يعني لو الشركه عايزه تاخد قرض عشان تزود خط انتاج ولقت الفايده اقل هتتحمس وتبدا، والناس كمان بدل ما تركن فلوسها هتستثمرها سواء في عقار او في عربيات او حتى تفتح بيزنس، وده بيحرك السوق. وطبعا الموضوع له علاقه بالتضخم كمان، لان لو الاسعار بتزيد بسرعه البنك المركزي ممكن يزود الفايده عشان يقلل الاستهلاك، ولو السوق نايم او الاسعار ثابته او بتقل يقلل الفايده عشان الناس تصرف اكتر وتحرك السوق. يعني سعر الفايده هو الريموت كنترول اللي البنك المركزي بيستخدمه عشان يحرك النشاط الاقتصادي. دلوقتي بعد ما فهمت يعني ايه تقليل الفايده، تعال نفكر في سؤال مهم. لما الفايده تقل نعمل ايه كافراد ونحط فلوسنا فين؟ تابع الفيديو اللي جاي واللي هجاوبك على السؤال ده خطوه بخطوه.